الصيف خلاص دخل ومشاكل التكييف هتبدا تظهر. في الفيديو ده هقول لك على اشهر اعطال التكييف وحلها ايه، عشان ما تعملش زي توكيل عربيتي لما اشتريتها زيرو والتكييف بتاعها كان بايظ. العربيه دخلت التوكيل وخرجت اكتر من 8 مرات على مدار حوالي 6 شهور لحد ما اكتشفوا عيب التسريب منين. بس ساعتها كانوا بوظوا الكمبريسور والسربنتينه الخارجيه من كتر شحن الفريون بالصبغه عشان يعرفوا سبب التسريب فين، وفي الاخر طلع التسريب من الابره بتاعه الشحن. الاعطال اللي هقولها لك دي سببها قله شحن للفريون او كميه الفريون قليله، وده معناه ان في تسريب حصل للفريون، وقبل ما تشحنه لازم تعرف مكان التسريب ده منين. بروده قليله، بروده في جنب والجنب التاني لا، الكمبريسور بتاع التكييف مش راضي يقوم خالص وبيطلع هواء سخن بس، كل ده معناه قله شحن للفريون. اما بقى لو حصل عندك ان التكييف بيفصل في الحر الزياده او بالقرص على العربيه، وبعدين لما العربيه تبرد او انت ماشي بالليل يشتغل زي الفل ويبرد زي الفل ومفيش اي مشكله، فده معناه ان الفريون مشحون زياده عن الحد الطبيعي وبيزود الحمل على الكمبريسور فبيفصل، او ان عندك سدد جزئي في دوره الفريون. السدد ده ممكن يبقى في السربنتينه الخارجيه او في فلتر الدراير بتاعها، او ممكن يكون سدد في الاكسبانشن فالف، بس ده مستبعد شويه لانه ساعتها هيأثر بشكل كبير على بروده التكييف. اهم حاجه في مشاكل التكييف انك تكشف مظبوط وتحدد العطل جاي منين بالظبط. ولما تشحن الفريون ما تشحنش فريون بلدي، لان كل عربيه بيبقى متحدد لها كميه معينه من الفريون وبتلاقيها مكتوبه في ستيكر موجود في الكبوت بتاع العربيه جنب الموتور. لو الكميه زادت او نقصت عن الحد المسموح بيه هيعمل لك مشكله، فده مش معناه ابدا لما بروده التكييف عندك تقل تروح تزوده شويه فريون. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، ولو عندك مشكله في تكييف عربيتك اكتبها لي في الكومنتات وهحاول اوجهك صح واقول لك تروح فين.